تعمل الساعة البيولوجية على موائمة وظائفنا البيولوجية مع البيئة المحيطة، فتؤثر في النوم واليقظة والتمثيل الغذائي وإفراز الميلاتونين الذي يساعد على النوم والكورتيزول الذي يحفز النشاط. عن الميلاتونين تحدثنا الدكتورة سامية عزيزي، طبيبة عامة وأخصائية التغذية. عندنا هرمونات تعمل في الليل وعندنا هرمونات تعمل في الصباح، والإنسان حتى أنه مع حلول الضوء، طبعا في الصباح كاين الضوء والعشية كاين الظلام، في حلول المغرب عندنا خلايا في الدماغ اللي راح تحفز إفراز الميلاتونين، وهذا الميلاتونين هي اللي راح تساعد الإنسان على النوم. والميلاتونين ماشي وحدها، لازم يكونوا دوطخ كونديسيون بما فيه ما يكونش لو بروي، ما يكونش الضوء، حتى انه الضوء الاصطناعي راح ياثر على النوم، وحتى انه هذو الاجهزه اللي رانا نشوفوهم تاع لي تليفون تاع لي لابتوب تاع لي تلفزيون تاع هذاك الضوء الازرق اللي يجي منهم راح ياثر على افراز الميلاتونين، وبالتالي راح ياثر على النوم. ولهذا في شهر رمضان الانسان الساعه البيولوجيه تاعو تنقلب. عادة ما يتعرض الأشخاص خلال فترة التحول إلى أوقات النوم العادية بعد شهر رمضان إلى الأرق، ولكنها فترة عابرة يحتاج الشخص خلالها إلى تطبيق بعض السلوكيات قبل الخلود إلى النوم، تقول الدكتورة سامية عزيزي ثانية. لازم له اون فاز دو ريادابتاسيون باش يخرج من لو مود هذاك تاع رمضان، باش يعاود يولي لو مود تاع الافطار، على الاقل نقولوا 5 أيام الى اسبوع باش يعاود يولي للوتيره اللي كان فيها. الانسان يولي بالعقل برومييرمون ينظم الوقت تاع النوم تاعو، يهيئ الجو، يتعشى بكري افون 20 ياخذ العشاء تاعو، يقعد ساعه الى ساعتين يهيئ الجو، ما يكونش الضجيج في الدار، ينقص الاضواء في الدار، هو يروح نستلقي على الأقل 4 ساعة إلى 20 دقيقة، ونهيئ الجو تاعي باش ندخل في مرحلة تاع النوم الأولى، باسكو النوم في دي سيكل، حنا نديرو 8 دي سيكل في النوم، وباش ندخلوا في النوم الباطئ لازم نهيئوا الجسم تاعنا، حتى درجة الحرارة عندها دور في النوم، حتى الجسم تاعي والف، ونبرمج العقل تاعي اني انا اوليوني نرقد الوحده تاع الصباح نولي نرقد على الساعه تاع الليل. يقولوا الانسان باش يدير النوم مريح ومليح لازم يوفر دابور البيئة لازم يكون فيها الكل، ما يكونش فيها الحس، وما يكونش فيها الضوء بزاف، هادو كان راح يساعدوا على إفراز الميلاتونين، والميلاتونين هي حتساعد الإنسان على النوم. هذا وتبقى استشارة الطبيب ومراجعة مختص في مسألة ضبط الساعة البيولوجية للنوم مسألة مهمة في حال مواجهة اضطرابات واضحة لفترة تتجاوز الأسبوعين.